هذه أنا بالذات رفع ضغطي، لأني كنت أسويها لسنين قبل ما أكتشف إنه ملعوب علي. أنت قل لي وش هي كمية معجون الأسنان اللي لازم تحطها على الفرشاة؟ هل هي كذا ولا كذا ولا حتى كذا؟ كمية المعجون اللي تنصح بها أغلب الجمعيات الطبية هي كذا بس. كميتها زي ما توصفها بعض الجمعيات بحجم كمية حبة البازلة، ومع كذا أغلب الناس يحطون الكمية كذا، لأن هذا هو اللي يشوفونه في التلفزيون والدعايات. هذه أحد طرق خداع الدعايات المشهورة. زي ما هو معروف، الناس سواء تدري ولا ما تدري ما يهمها إلا الدعاية، ما يهمها الجودة، حتى لو ما دروا يعني من دون شعور. شيء ينحفر في ذهنك وانت ما تلاحظ حتى. ورى الناس كمية المعجون على الفرشاة أكبر من اللي يحتاجونها بكثير في الدعايات 60 مرة، والناس بيبدون يسوون هالشيء اللي يشوفونه في الدعاية من دون تفكير. وبسبب هالطريقة أنت تضيع 4 أو 5 أضعاف كمية المعجون اللي تحتاجه فعلا، وشركات المعجون تكسب 4 أو 5 أضعاف المكسب من وراك. بس من دعاية ما تقدر انك تقول إن فيها كذب. يعني ما حد قال ان هذه هي كمية المعجون الموصى بها طبيا، احنا بس حاطين صورة في دعاية، ما قد طلبنا منك تحط الكمية في اي دعاية من دعاياتنا. تدليس يعني، خداع بس من دون كذب. شيء ثاني، إذا كنت تفرش أسنانك بعد الأكل مباشرة فأنت تسويها غلط. هذه منتشرة لأن الدكاترة كانوا ينصحون فيها قبل ما يثبت ضررها، والناس كملت على الغلط. لا عمرك تفرش بعد الأكل مباشرة. أغلب الأكلات والمشروبات فيها أحماض، وأنت إذا فرشت مباشرة بعد الأكل فأنت قاعد تدف الأحماض في طبقة المينا في أسنانك وتلينها. ومع التفريش أنت بتقشع طبقة خفيفة من سطح السن، ما تبحث فيها من مرة ولا مرتين. بس إذا كنت قاعد تسويها سنين فتبدأ تشوف الأضرار على سطح سنك. يعني أصبر على الأقل نص ساعة بعد الأكل والشرب قبل ما تفرش. هذه رقم 2. رقم 1 وأهم غلط يسوونه الناس هو عدم تسليك الأسنان. لو خيروك بين ثنتين، تسليك أسنانك ولا تفريشها، اختر التسليك دائما كل مرة. التسليك أهم من التفريش، ومع كذا تشوف الناس يسوون العكس، يحرصون على التفريش ولا يسلكون إلا في السنة حسنة. وفي الأخير تشوف السوس في فمهم في المناطق اللي بين الأسنان. يعني لو قعدت تفرش لبكرة ما أنت بقادر تشيل تكتل البكتيريا اللي بين الأسنان من دون تسليك.